عندما يصبح الإمام مأموماً بعد القيام ببعض اللقاءات الخاصة مع مجموعة من الشخصيات المعروفة بجامعة شيكاغو، توجه الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره صحبة بعض مريديه إلى مسجد الإحسان، وهو أحد المساجد بمدينة شيكاغو، لأداء صلاة الجمعة. وعند الدخول للمسجد وبعد لحظات إذا بإمام المسجد يصعد على المنبر، فنظر إلى سيدي الشيخ قدس الله سره وتوجه له بالكلام وقال: تعلمنا من ديننا الحنيف إذا دخل المسجد عالم أو ولي من أولياء الله فلهم أحقية الإمامة. فطلب الإمام من سيدي الشيخ بكل لطف بأن يصعد على المنبر ويقوم بإلقاء خطبة الجمعة. وبعد إلحاح من الحاضرين وافق سيدي الشيخ وصعد على المنبر وقام بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان أهمية تزكية النفس في طريق الله، وأهمية البحث عن نور الله في طريق الله من خلال آيات النور المذكورة في كتاب الله. وقام الأخ يوسف كيزويت بترجمة الخطبة التي ألقاها سيدي الشيخ على الحاضرين باللغة الإنجليزية. وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة، توجه المصلين نحو سيدي الشيخ للتسليم عليه ملتمسين منه الدعاء. إمام المسجد اسمه عبد الله مديون، وهو إمام لهذا المسجد من 30 سنة، وهو داعية إسلامي مشهور بالولايات المتحدة الأمريكية. أسلم على يديه العديد من الأمريكيين، وتتلمذ على يده العديد من الدعاة المنتشرين بالولايات المتحدة الأمريكية. هو إمام مسجد الإحسان ومدير المنظمة الإسلامية للتنمية الحضارية في الولايات المتحدة الأمريكية. فاللهم أكتبه عندك من أهل الأدب والرفعة على الدوام. فالأدب مع الأولياء رزق من الله لا يسوقه إلا لمن رضي عنهم، فالحمد لله رب العالمين.